في الفترة ما بين 1830 حتى 1962 عانت الجزائر من استعمار فرنسي قاسي، حيث أن الجزائريين كانوا يعانيهم الظلم، القهر، القتل وأسوأ المعاملة من قبل الآلة الاستعمارية الفرنسية. في 8 ماي سنة 1945 خرج الجزائريين في مظاهرة لمطالبة فرنسا بمنحهم الاستقلال، حيث أن الجزائريين كانوا ساعدوا فرنسا في الحرب العالمية الثانية، وفرنسا وعدتهم بمنحهم الاستقلال في حال الانتصار على النازية. ولكن الرد الفرنسي كان همجي وكان إرهابي، حيث بدأت سلسلة من المجازر وسلسلة من القمع ضد الجزائريين حتى وصل عدد الشهداء 45 ألف شهيد. هذه المجازر كانت مرحلة فاصلة في تاريخ الكفاح الجزائري، لأن الجزائريين وصلوا القناعة، هذه القناعة أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وسنة 1947 يجتمع مجموعة من المناضلين الجزائريين ويشكلوا المنظمة الخاصة بقيادة الشهيد محمد بلوزداد. المنظمة الخاصة هي منظمة سرية كانت تهدف للكفاح المسلح ضد فرنسا، وتعتبر اللبنة الأولى والنواة الأولى لحرب التحرير الوطني. تم اكتشاف المنظمة الخاصة وحلها والقبض على جميع أعضائها، ولكن جاء حدث تاريخي غير كل شيء وقلب بالطاولة على الاستعمار الفرنسي. استعاد الجزائريين للكرامة تاعهم وحققوا الانتصار على الاحتلال الفرنسي. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قسرة. أنا عبد الرزاق مفتاحي، واليوم حنتكلم على حدث من أعظم الأحداث في تاريخ البشرية. هذا الحدث هو الثورة الجزائرية العظيمة، ثورة اللي قلبت موازين القوى، ثورة اللي جابت الاستقلال للعديد من الدول الإفريقية والآسيوية. ثورة أول نوفمبر. كيفاش بدأت ثورة أول نوفمبر؟ ما هي الأسباب التي دفعت الجزائريين لثورة نوفمبر؟ وكيفاش حقق الجزائريين الانتصار؟ بداية، فرنسا كانت تستعمر العديد من الدول الإفريقية والآسيوية، من بين هذه الدول الجزائر. ولكن الفرق ما بين الاستعمار اللي كان في الجزائر واللي كان في الدول الإفريقية والآسيوية الأخرى مثل المغرب أو تونس فرق شاسع جدا، لأن الجزائر عانت من استعمار فرنسي استيطاني، بمعنى أنه فرنسا كانت تنظر للجزائر على أساس أنها جزء منها وعلى أساس أنها جزء من أراضيها، على عكس الوضع في تونس والمغرب حيث كان كاين ملك مغربي زعما، ولكن فرنسا بسطوا نفوذهم عليها، على عكس الجزائر حيث أن الجزائر كانت تعتبر جزء من الأراضي الفرنسية، حتى أن فرنسا كانت تسميها في وثائقها الرسمية الجزائر الفرنسية. لمدة 132 سنة ومنذ دخول الاستعمار الفرنسي في سنة 1830 الشعب الجزائري استمر في نضاله ضد الاستعمار الفرنسي وقاوم بكل بسالة. جرب جميع أنواع المقاومة العسكرية كما الثورات الشعبية اللي قادوها رجال مثل الأمير عبد القادر المقراني ونساء مثل لاله فاطمة سومر. ظروف اندلاع الثورة الجزائرية بعيدا عن القمع والوحشية اللي كانت تمارس فيها فرنسا على الجزائريين وعلى الظروف المعيشية المزرية اللي كانوا يعيشوها الجزائريين، إلا أنه كانت كاينة واحد الظروف عجلت في قيام الثورة. بداية الحركة الوطنية، وهي تيار سياسي اجتماعي وثقافي كان يناضل من أجل الدفاع عن حقوق الجزائريين. الحركة الوطنية ما كانتش فكرة بدأت مع سنة 54، ولكن كانت فكرة وليدة وفكرة قديمة. الحركة الوطنية بدأت قبل الحرب العالمية الأولى، وين بدأوا الجزائريين يتنظموا في أحزاب، في نوادي ثقافية، بدأوا يأسسوا الجرائد في نضالهم ضد الاستعمار الفرنسي. ولكن كل هذه الأمور ما نفعتش، والقمع الفرنسي يزيد والوحشية الفرنسية تجاه الجزائريين تزيد يوم بعد يوم. في الفاتح من نوفمبر سنة 1954 أصدرت جبهة التحرير الوطني بيان دعت فيه الشعب الجزائري للتكاتف والاتحاد في نضاله ضد الاستعمار الفرنسي. هذا البيان مد العديد من التوجهات ورسم ملامح الدولة الجزائرية اللي حتكون بعد الاستقلال، وكان حاسم وصارم في طريقة التعامل مع الآلة الاستعمارية. الهدف كان واضح من البيان: تحقيق الاستقلال الجزائري واستعادة كرامة المواطن الجزائري. جاءت ساعة الصفر وانطلقت العمليات العسكرية على كامل التراب الوطني. جبهة التحرير الوطني وبواسطة الجيش التحرير الوطني اللي كان الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني قامت بالعديد من العمليات على مناطق متفرقة من الوطن. هذه العمليات كانت إشارة لبداية عصر جديد من النضال والكفاح ضد الاحتلال الفرنسي. العمليات كانت تشمل الهجوم على مراكز الشرطة ومراكز الجيش الفرنسي وأماكن تخزين السلاح. هذه كانت استراتيجية وضعتها جبهة التحرير الوطني لإعلان قيام الثورة وكذلك للحصول على الأسلحة اللازمة لاستمرارية العمل المسلح. قبل انطلاق العمليات العسكرية وقبل اندلاع ثورة التحرير بالضبط، قادة جبهة التحرير الوطني عرفوا شيء مهم. هذا الشيء هو أهمية التنظيم العسكري والسياسي. فوش داروا؟ راحوا قسموا الجزائر إلى
5 ولايات. هذه الولايات عرفت فيما بعد بالولايات التاريخيه، وهي كالاتي: ولايه الاوراس اللي كانت قلب الثوره النابضه، واللي كانت بقياده مصطفى بن بولعيد، لانه تضاريس المنطقه هي تضاريس جد واعره، وبالتالي اختارت جبهه التحرير مصطفى بن بولعيد لمعرفته الدقيقه بالمنطقه، خاصه انه ابن المنطقه. المنطقه الثانيه هي منطقه الشمال القسنطيني اللي كانت بقياده القائد ديدوش مراد. هذه المنطقه اللي عرفت العديد من العمليات العسكريه المكثفه ضد الاستعمار الفرنسي. المنطقه الثالثه هي منطقه القبائل، واللي كانت بقياده كريم بالقاسم اللي هو رجل من رجال الثوره العظام. المنطقة الرابعة أو الولاية الرابعة هي ولاية الجزائر، اللي كان عندها دور كبير في الثورة الجزائرية، خاصة أنها العاصمة، وبالتالي عندها دور استراتيجي كبير ودور دعائي. أما المنطقة الخامسة والمنطقة الأخيرة هي منطقة الغرب الجزائري أو ولاية وهران. ولاية وهران اللي كانت بقيادة العربي بن مهيدي، واللي كانت قريبة من الحدود الغربية الجزائرية، وبالتالي كان عندها دور كبير في الثورة الجزائرية. جي سنة 1955 وبالضبط 18 جونفي يستشهد القائد ديدوش مور اللي كان قائد منطقة الشمال القسنطيني، ويخلفه في المنصب القائد زيغود يوسف. زيغود يوسف اللي حيقوم بعملية من أكبر العمليات في الثورة الجزائرية ومن العمليات التي أثرت على الثورة الجزائرية. هذه العملية هي عملية الشمال القسنطيني. هذه العملية اللي كانت في 20 أوت من سنة 1955، حيث أن الثوار الجزائريين وبقيادة القائد زيغود يوسف قاموا بعدة عمليات في الشمال القسنطيني. ولكن وشنو الهدف من العمليات؟ علاش بالضبط هذه المعارك كان عندها تأثير كبير على مسار الثورة الجزائرية؟ بعد قيام الثورة قامت فرنسا بمحاصرة منطقة الأوراس اللي كما ذكرت لكم قلت أنها كانت القلب النابض للثورة الجزائرية. وبالتالي جبهة التحرير الوطني ولكي تخفف من وطأ الضغط على منطقة الأوراس قام القائد زيغود يوسف بإقامة عمليات في الشمال القسنطيني، أولا لسببين. السبب الأول لتخفيف أعباء الضغط على منطقة الأوراس، أما السبب الثاني فهو لأنه فرنسا كانت تنشر في دعاية إعلامية في العالم أن الثورة الجزائرية فقط مجرد تمرد صغير في منطقة صغيرة تسمى الأوراس، وأن الثورة تم القضاء عليها، ليأتيها الرد من الشمال القسنطيني باللي الثورة ما زالت مستمرة وباللي الشعب الجزائري لن يكل ولن يمل. الشيء الثاني هو تدوين القضية الجزائرية، لأن الصحف والجرائد الفرنسية والعالمية صارت تتكلم على أساس أنه الثورة في الجزائر هي مجرد تمرد شعبي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية. هنا تجي هجومات الشمال القسنطيني اللي تثبت العكس، أنه هذا الشعب يريد الحرية، شعب يريد الاستقلال، وشعب يريد استرجاع الكرامة والسيادة. مؤتمر الصومام اللي تم فيه تقييم لعمل الثورة، يعني منذ الاندلاع حتى مؤتمر الصومام. شيء آخر تم إضافة ولاية أخرى، لأنه من الولايات التاريخية كما ذكرت لكم كانت كاينة 5 ولايات تاريخية، ولكن تم إضافة الولاية السادسة. الولاية السادسة اللي لعبت دور كبير أيضا في الثورة التحريرية، واللي هي ولاية الصحراء. وكان أول قائد لهذه الولاية هو القائد علي ملاح. مؤتمر باندونغ اللي كان في مدينة باندونغ الأندونيسية، واللي كان يشمل العديد من الدول حديثة الاستقلال، وكما سموه المؤتمر الأفرو أسيوي، يعني جمع العديد من الدول الإفريقية والأسيوية. الجزائر رغم عدم استقلالها في تلك الفترة إلا أنه حضرت كقضية تقرير مصير، وكان مجموعة من قادة جبهة التحرير الوطني حاضرين في المؤتمر. من بين هؤلاء القادة حسين عيد حمد وسعد دحلب ومحمد يزيد والعديد من الشخصيات الجزائرية البارزة. بعد مؤتمر باندونغ تم إصدار لبيان يسمى ببيان تقرير المصير، يعني الدول لها الحق في تقرير مصيرها من الاستعمار، علما أن الدول الإفريقية والأسيوية كانت جميعها مستعمرة من قبل القوى العظمى. بالتالي تم تسجيل القضية الجزائرية كقضية تقرير مصير في مؤتمر باندونغ لتتم مناقشتها في الدورة القادمة للأمم المتحدة. هذا هو الجزء الثاني من تدوين القضية الجزائرية. بعد العمل العسكري والدبلوماسي الكبير لجبهة التحرير الوطني اللي كانت الممثل الوحيد والشرعي للشعب الجزائري، رضخت فرنسا للمفاوضة، وصارت فرنسا تبحث عن تفاوض مع الجزائريين ومع جبهة التحرير الوطني. هنا وصلنا لمرحلة هي مرحلة المفاوضات اللي هي مفاوضات إيفيان. مفاوضات إيفيان هي مفاوضات ما بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية، نقسموها إلى مرحلتين. مفاوضات إيفيان الأولى اللي كانت في ماي 1961. هذه المفاوضات فشلت لأن جبهة التحرير الوطني تمسكت بشيء مهم، وهو الوحدة الوطنية الجزائرية والوحدة الترابية. يعني احنا كجزائريين دافعنا على كل الأراضي الجزائرية، وبالتالي عندما ننال استقلالنا سنحصل على كل الأراضي، على عكس فرنسا اللي كانت تضع مخطط لعزل الصحراء، يعني احنا ناخذ الشمال والصحراء تولي منطقة فرنسية لوضع القواعد العسكرية. هنا جبهة التحرير الوطني رفضت وتمسكت بقرارها الوحدة الوطنية والوحدة الترابية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة إيفيان الثانية.
مرحلة إيفيان الثانية اللي بدات في 7 مارس من سنة 1962 وانتهت في 18 مارس 1962 برضوخ فرنسا لمطالب الجزائريين بعد ما كبدتها الثورة الجزائرية العديد من الخسائر. في 19 مارس من سنة 1962 تعلن الحكومة المؤقتة الجزائرية وقف إطلاق النار، كل هذا للقيام باستفتاء شعبي لتقرير المصير في 1 جويلية من 1962. ونقوموا بالاستفتاء والشعب الجزائري كامل يد وحده نعم للاستقلال ونعم لطرد فرنسا من الجزائر. وفي 5 جويلية 1962 تم إعلان استقلال الجزائر وأعادت الجزائر سيادتها واستعاد الشعب الجزائري كرامته. هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى أن الحلقة كانت مفيدة لكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم وما تنساوش تشتركوا بالقناة. تحية الجزائر، للمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. سلام. إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحوا لحياة البلاد. مين؟ إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحوا لحياة البلاد. مين؟ بالدموع والدماء أرض تراكم، حرب الأهل والصحبة مع الأولاد. مين؟ صوتهم من القبور يناديكم، اسمعوا لهذا الصوت يا عباد. مين؟ الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حرية غايتنا، يحيى الوطن.